كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة هنعمل مع بعض بقى حاجة كده جامدة جدا لعزومات رمضان. لازم طبعا صينية البشاميل او النجرسكو تكون موجودة معانا، بس احنا عملنا النجرسكو والبشاميل قبل كده، فالنهاردة بقى هنعمل الجديد بتاعها وهي صينية مكرونة بالصدق، وحاجة كده هتبقى طعمها خطير جدا 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 وتغيير عن الحاجات التقليدية. فيلا بينا بقى نبدأ وصفتنا. اول حاجة هنجيب حوالي نص كيلو من المكرونة اللي هي الاقلام، اللي هي بيسموها مكرونة فرن. هنبدأ ان احنا نسلق المكرونة زي ما انتم شايفين كده، وطبعا ما ننساش رشة الملح. ولو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل وصفاتي انا وماما. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نعمل الصدوق بتاعنا، نحبشوه بقى كده تحبيشة حلوة قوي. هنحط معلقة سمنة ونسيبها انها تسخن، وبعد كده هننزل بقى بالصدوق بتاعنا، يكون متقطع قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، ونقلبه حوالي 5 دقايق كده. ودلوقتي بقى هننزل ببصلاية متقطعة جوانح اللي هي رفيعة خالص، وممكن نقطعوها قطع صغيرة. ونبدأ ان احنا نقلب بقى الصدوق مع البصل، وبعد كده بقى نبدأ ان احنا نحط البهارات بتاعتنا. هنحط طبعا رشة الملح ورشة الفلفل ونص معلقة من البابريكا. ونقلب بقى المكونات كلها تقليبة حلوة كده لغاية ما الصدوق يبقى جاهز معانا. دلوقتي بقى هنحط شوية فلفل الوان متقطعين قطع صغيرة. طبعا انا بقطع الفلفل الالوان وبخليه عندي في الفريزر يبقى جاهز، لما بحتاجه بطلعه واحطه على طول.
وبكده يكون الصدق بتاعنا جاهز معانا خلاص. نبدأ بقى في تاني حاجة وهي البشاميل. هنحتاج كيلو ونص من اللبن، وهنحط عليهم 7 معالق من الدقيق. وطبعا كل ده كده لسه على البارد، وهنبدأ ان احنا نقلب الدقيق في اللبن كويس. وبعد كده بقى نيجي للتركية المهمة جدا وهي القشطة. زي ما طبعا ما انا معوداكم ان احنا في البشاميل اهم حاجة يكون البشاميل يتحط عليه قشطة. دلوقتي هنحط بقى الملح والفلفل. والتركية المهمة قوي وهي معلقتين كبار من اللبن البودر. بعد ما قلبنا بقى على البارد بقى كل المكونات، هنبدأ دلوقتي ان احنا نولع النار، ونبدأ ان احنا نفضل نقلب في البشاميل بتاعنا. وطبعا بقى الجبنة المثلثات مع البشاميل مش عايزة اقولكوا بتخليه كريمي وطعمه حلو قوي. جربوها بجد مش هتندموا على التركية دي. بكده احنا قلبنا. اول ما يبدأ يغلي معانا نحط على طول مكعب من الزبدة. عاوزة اقولكوا ان انا عاملة الزبدة دي في البيت، وبجد الطريقة طلعت تحفة قوي، وهسيبها لكم في اخر الفيديو. وبكده يكون البشاميل بتاعنا جاهز معانا خلاص. هنبدأ بقى ان احنا دلوقتي نجيب القالب اللي احنا هنحط فيه المكرونة، ونبدأ ان احنا نجهز رصة المكرونة. بس في الاول كده بنجيب المكرونة بتاعتنا في الحلة، ونبدأ نحط عليها شوية بشاميل ونقلبهم كويس مع بعض. دلوقتي بقى جبنا القالب وهنحط بشاميل في الارضية كويس قوي زي ما انتوا شايفين. عاوزة اقول لكم ان فعلا الجبنة مثلثات خلت للبشاميل كده شكل كريمي قوي وطعم تحفة تحفة تحفة. لما حطينا طبقة من البشاميل هنبدأ بقى نحط طبقة من المكرونة.
ونجيب بقى الصدق بتاعنا ونفضيه على الطبقة بتاعة المكرونة، ونبدأ ان احنا نحط بقى الطبقة التانية، وبعد كده نحط البشاميل. وطبعا ما تخلوش ان البشاميل يبقى كتير قوي في القالب بتاعكم من فوق، عشان ما يفورش منكم في الفرن. وطبعا ما ننساش رشة الجبنة التركي كده على الوش، بتخلي صينية المكرونة في حتة تانية بجد. دلوقتي بقى هندخلوها الفرن على اعلى درجة حرارة، وبكده تكون معانا صينية، ممكن نقول عليها صينية مكرونة بالصدق. حاجة كده جميلة جدا لعزومات رمضان، وهتنفعنا جدا، وطعمها بجد خطير وتغيير عن الحاجات التقليدية النجريسكو بقى والبشاميل. طبعا لو عايزين تتفرجوا على النجريسكو والبشاميل، فكل الفيديوهات دي موجودة على القناة. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، اشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما. باي باي.